وقليل اللي بيعيش لأول العشرينيات، يعني حياة كاملة بتنضغط في شوية سنين. اللي في الصورة دي ممكن تفتكرها ست عجوزة أو بنت اتعرضت لحادثة أو حريق، لكن الحقيقة إن دي بنت عمرها 19 سنة واسمها بندري بويسن، وقصتها أنا متأكد إنك هتستغرب منها. بندري اتولدت لعيلة بسيطة في جنوب إفريقيا، وكانت طفلة طبيعية في أول شهور حياتها، لكن بعد فترة قصيرة بدأت تظهر عليها علامات غريبة: نمو بطيء جدا، تساقط شعر، جلد رقيق، ووشها كان شبه كبار السن. بعد فترة الأطباء شخصوا حالتها بمرض نادر جدا اسمه متلازمة هيتشنسون جيلفورد، او ما يعرف بالشيخوخه المبكره. المرض ده بيحصل بسبب طفره جينيه بتخلي الجسم يشيخ بسرعه رهيبه، رغم ان العقل بيكون طبيعي تماما، وبينتج عنها اطفال شكلهم كبير في السن زي ما انت شايف، جسمهم ضعيف، عظامهم هشه، قلبهم بيتعب بسرعه، ومتوسط عمرهم للاسف من 13 ل 15 سنه، وقليل اللي بيعيش لاول العشرينيات، يعني حياه كامله بتنضغط في شويه سنين. فما تنساش تحمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. سلام.